السلام عليكم ورحمة الله. يا شيعي أريدك بس تركز وياي شوية، أريدك بس تركز وياي شوية وتسمع كلامي، لأني أنا لما أتكلم وياك من منطلق شيعي، لأني كنت شيعي سابق وأعرف عقيدة الشيعة مثل ما أنت الآن شيعي. قالون وفهمون وخلوا بعقول المعممين أن سبب بلاوي هاي الأمة هي السقيفة. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إمام علي عليه السلام ليكفن ويدفن الرسول عليه الصلاة والسلام، واجتمعوا الصحابة في السقيفة وأخذوا الخلافة وسرقوا الخلافة من إمام علي بن أبي طالب. بالله عليكم، هاي مو إهانة بحق إمام علي بن أبي طالب؟ أسألكم بالله العظيم يا من تدعون وتزعمون أنتم محبين لعلي بن أبي طالب، هذه العقيدة وهذه القصة مو نفس الوقت هي أكبر إهانة وطعن بكرامة علي وشجاعة علي وإيمان علي وبطولة إمام علي بن أبي طالب؟ شنو ياخذون الخلافة منه؟ الخلافة كيلو بصل ولا كيلو بتيتة ولا شنو اللي ياخذونها الخلافة منه؟ خلافة أمر إلهي مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى، والله هو اللي يحمي علي بن أبي طالب، وهو اللي يكلف إمام علي بن أبي طالب إن كان إمام علي بن أبي طالب منصب من قبل الله ليكون الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تؤخذ منه الخلافة بهالبساطة؟ طيب السؤال هنا، الإلزام هنا يا جماعة، من كان أهم عند علي بن أبي طالب؟ تكفين النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو كان مصير الأمة ومصير الدين؟ هل إمام علي بن أبي طالب لما ترك السقيفة وترك الصحابة يجتمعون بالسقيفة كان يعلم أنهم يجتمعون ويأخذون الخلافة منه أم ما كان يعلم؟ فإذا كان يعلم معناته هو تنازل وهو ترك مصير الأمة ومصير الدين للصحابة. فليش نتهم الصحابة ونقول هم اللي أخذوا الخلافة من إمام علي؟ مو هو تنازل لهم، مو هو كان يعلم يروح يكفن ويدفن الرسول الخلافة تؤخذ منهم ويدمر الدين، صح ولا لا؟ مو هو اللي ترك لهم هذه الفرصة؟ فإذا قلنا لا، تكفين الرسول هو أهم وعلي بن أبي طالب ما كان يعلم، تسقط العصمة من عنده. إذا احنا نقول إمام علي ما كان يعلم أنه ستؤخذ منه الخلافة، فكيف هو مكلف بالأمة ومكلف بحفظ هذا الدين ويترك هذا الدين ويترك هذه الأمة لأناس يدمرون الدين ويشققون الأمة؟ هذه مسؤولية إمام علي بن أبي طالب. فكيف نقول إمام علي بن أبي طالب هو اللي ترك الخلافة لهم؟ تسقط العصمة منه بهذه النظرية. فلذلك هم كذبوا علينا أصلا. لو كان إمام علي بن أبي طالب مكلف من قبل الله والله كلفه والرسول عليه الصلاة والسلام كلفه، مستحيل أن يترك الدين ويترك الأمة ومصير هاي الأمة ومصير الدين لأناس هم فسقوا وفجر حاشاهم. فهذا كله أكاذيب، كله تدليس وتكذيب على الناس، ضياع الناس والله العظيم. آخر كلامي أقول لك يا شيعي، فكر، والله إن المعممين يضحكون علينا، والله إن المعممين خدروا عقولنا، والله إن المعممين أخفوا علينا حقائق كثيرة وأنتم لا تعلمون. مستحيل إمام علي بن أبي طالب يكون مكلف من قبل الله ومكلف من قبل الرسول يترك مصير الأمة ومصير الدين لأناس غير مؤهلين لهذه الأمانة، مستحيل. فإن قلنا لا يعلم فسقطت العصمة يا جماعة. من أي جانب أنتم تشوفونها ما تدخل بالعقل، والله ما تدخل بالعقل يا جماعة.